السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة خاصة عن مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة الإدارية. مش عارف، كل الناس متجننة على حسام حسن وزعلانة منه ومتضايقة وقرفانة من الأداء و طبعا احنا اتغلبنا 4-2 مع الرأفة من كرواتيا، اللي هي كانت تالت العالم في كأس العالم اللي فات وتاني العالم في كأس العالم في 2018. يعني فريق قوي وفيه مودريتش وفيه لعيبة تانية يعني جامدين وحريفة، وفريق ملوش حل يعني. وبصراحة غلبنا 4-2 مع الرأفة. طيب، الناس بتلوم حسام حسن ليه؟ بتقول، كل الناس بتقول او ناس كتير بتقول احنا اتغلبنا وشكلنا كان وحش ولسه بطة ووزة. يا جماعة، الراجل بقاله 10 ايام ولا 15 يوم ماسك المنتخب، وهو صمم انه يلعب بالبطولة دي. لعبنا نيوزيلندا اللي على قدها، غلبناها 1-0 بهدف ضربة جزاء. وكان الاختبار الحقيقي النهارده، واحنا كنا متوقعين ان احنا نغلب كرواتيا تاني العالم وتالت العالم بسكور او نغلبهم. هم لعبونا على قدنا بعد ما زاروا الاهرامات امبارح وانبسطوا وغلبونا 4-2، غير الاجوان اللي ضاعت. طب احنا هنلوم حسام حسن ليه؟ ما شغال بنفس اللعيبه وجاب المحترفين وما اعرفش ايه والراجل لسه ماسك ومبتدي. ده هو اصر انه يلعب في البطوله دي عشان نعرف نلعب مع مدارس مختلفة، مش أحسن ما كنا لعبنا النيجر وتشاد وجنوب السودان وفريق أم زغلول، ومع احترامي لزغلول يعني مش فاهم. يعني احتكاك قوي وماتش مهم جدا، ويا رب نتعلم منه. نتعلم منه ايه؟ انا بلوم على حسام في حاجة واحدة بس: فين حماسك يا حسام؟ لما يعني الشوط الاولاني طلع 1-1، الشوط التاني احنا مفيش خالص خالص. حتى ردة فعلنا بعد ما جابوا 3 اجوان فينا او 4 مفيش. احنا طول عمرنا بنقول حسام حسن بتاع الحماس والنشاط والروح القتالية وبتاع، راحت فين ده كله؟ لا، لازم تصحي اللعيبة عن كده يا حسام وما تخافش منهم. ولازم يبقى العدل هو اساس اختياراتك، مش حبك للعيبة وكده. ده بداية النجاح، العدل، واللعيب الفت واللعيب الصح هو اللي يلعب، مش اهلي وزمالك. يا ريت ابوس ايدك لو سمحت، عايز تنجح مع المنتخب ارمي ورا ظهرك اهلي وزمالك. طبعا كل الناس قاعده تلومك، تقول لك قاعد تلاعب لعيبه من الاهلي وست لعيبه من الاهلي وماتش سيمبا وبطوله افريقيا وامام عاشور اتصاب بسببك. طب هو المفروض يلعب بلعيبه مين؟ ما الزمالك يعني يا عيني عليه ما فيهوش الا زيزو، وزيزو مصاب ومش واخد الا عواد من الزمالك، واخد 7 8 من الفرق التانيين او 10 او كده غير المحترفين، واخد 10 من الاهلي. يعني المفروض هو ما يلعبش لعيبه الاهلي ولا ايه بالظبط؟ انا بلوم عليك ان فين حماسك يا حسام. المفروض اللعيبه دي كان يبقى رد فعلها قوي جدا بعد الثلاث والاربع اهداف. مفيش. احنا برضو لسه ماشيين بأكياس رمل، وبنجري بأكياس رمل في رجلينا وبطة ووزة. ومحدش يقول لي عشان صلاح ما جاش ومش عارف ايه. طبعا صلاح مقصر، بس يعني دي كرواتيا يا جدعان، كرواتيا يعني ايه؟ فريق جامد. فبلومك انك انا عايز الحماس بتاعك والقوة بتاعتك وانك تدب الحماس. فين ردة فعلك؟ فين ردة فعل اللعيبة بعد ما جه فيهم الجول التالت والرابع؟ وبعدين الاجوان كلها مسخره، دفاعيا مسخره. الجول الاولاني الراجل قاعد ماشي وبيشوط لوحده برجله الشمال ولبست في العارضه ودخلت، والجون التاني من كورنر، والتالت من فاول، والرابع برضه بيشوط لوحده على يعني منطقه الجزاء. يعني لازم شغل مدافعين جامد، الناس لازم تخش جامد على المهاجمين وتصحي وتفوق الفرقه. طبعا 4-2 ده متوقع، ويعني ان احنا بنلاعب كرواتيا تالت العالم وتاني العالم. احلى حاجة في الماتش
الاستاد الجميل المبهر اللي كان فيه 92,000 متفرج، دول جم منين ما شاء الله؟ ده بيقولوا التيكتس والتذاكر اتباعت 30,000، وال 60,000 دول جم منين ما تعرفش. مصر دي أم العجايب، أم العجايب. استاد إخراج جميل، يعني احنا لما نحب نعمل حاجة حلوة بنعملها. إنما بص يا حسام، أنا مش عايزك يجيلك إحباط وتزعل، أنا عايزك تدي عزيمة أكتر، تدي قوة قتالية أكتر، تركز في تغييراتك، تركز في كمان في اختياراتك من غير الأهلي والزمالك، وتلعب اللعيب الصح في المكان الصح يا حسام. مش عايزين مجاملات على حساب منتخب مصر. ما تركزش بقى مع الناس اللي تقولك الأهلي والزمالك وأفريقيا والماتشات اللي جاية ومعرفش إيه. ما الأهلي طول عمره يا جماعة، الأهلي بيغلب طول عمره بالصف التاني والتالت افريقيا والدوري والكاس وكله. الاهلي مش محتاج كل المشاكل دي، او يعني ما شاء الله عليه الاهلي فريق قوي مليان لعيبه صف اول وتاني وتالت. وبعدين هو بيتلام على اصابه امام عاشور ليه؟ هو دي حاجه بتاعت ربنا يعني. وقبل كده حسين الشحات، وناس بتقول ما كانش ياخد لعيبه الاهلي عشان ماتش سيمبا. هو سيمبا ده فريق اللي هيلعبوا الاهلي؟ هو الاهلي خايف من سيمبا في تنزانيا؟ وده فريق. الاهلي هياخد بطوله افريقيا ان شاء الله. الاهلي فريق جيم، والزمالك هو اللي ايه، ما فيهوش الا زيزو واتصاب، وكان واخد عواد كده كمالة عدد. فيا رب يعني نبقى نخف شويه عن النقد، وندي للمدرب الوطني فرصه، ونديله الدعم المناسب. ندي يعني لو في نقد يبقى نقد بناء، مش نقد على خلفيه الاهلي والزمالك ولاعيبه الاهلي ليه ولاعيبه الزمالك ليه. وانت يا حسام اصحى وفوق، اديك شفت النهارده قدام كرواتيا عملنا ايه. نظام البطه والوزه بتاع فيتوريا، وقبليه كوبر، وقبليه اسمه ايه ده المكسيكاني اللي جه، وقبليه حسام البدري وشوقي غريب. عايزين نتلحلح شويه ونلعب كره اسرع. وبعدين المدافعين دول لازم ما يقعدوش يحوقوا على الكوره، لازم يخشوا جامد، ما يستنوش الراجل لما يلم الكوره ويظبطها وبتاع ويشوط. ده غير بقى ايه يعني استراتيجية الدفاع في الفاولات والكورنرات والماركينج بتاع الدفاع، وانك تمسك اللاعب يعني دي بول واتشرز بيبصوا على الكورة مش بيبصوا على اللاعب. التمركز الدفاعي كمان في البلالة خالص. فقدامك شغل كتير يا حسام، والحمد لله انك مجموعتك في تصفيات كاس، يعني كاس العالم ما فيهاش بوركينا فاسو والفرق التانية كلها تعبانة. يعني ان شاء الله توصلنا كاس العالم، بس عايزين اداء حلو في كاس العالم، مش عايزين شغل البطه والوزه ده. وكل الناس بتقول لك روح لمحمد صلاح وبوس على راسه عشان يرجع ومعرفش ايه. ما فيش الكلام ده. المدرب مدرب واللعيب لعيب. محمد صلاح ان شاء الله يرجع في تجمع شهر يونيو، يلعب ماتشات بوركينا فاسو المهمه والدنيا تمشي. بس والنبي يا حسام حسن يعني ايه، شد على اللعيبه شويه، كربجهم شويه، عشان كده هم نايمين في العسل لسه، وماشيين باسلوب فيتوريا واسلوب البطه والوزه، ومفيش اي رد فعل. ويا رب اللي جاي احسن لمنتخب مصر، نفضل نشجع منتخبنا ونقف وراه عشان ده بيمثل بلدنا مصر الحبيبه. اعزائي المشاهدين، مبروك لكرواتيا، هارد لك لمنتخب مصر. حسام حسن شد حيلك، احنا معاك. ويا رب اللي جاي احسن، ويا ريت الناس تخف بقى من النقد شويه وذبح المدرب الوطني. كل سنه وانتم طيبين، ولو عجبكم الفيديو ده ارجو الاشتراك في القناه. شكرا لحسن المتابعه، ونشوفكم على خير دايما. كل سنه وانتم طيبين، عيد الفطر على الابواب، يا رب يكون رمضان حلو وجميل وبيمر بسلام وهدوء معاكم ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.